اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة، ومصر طيبة، وشعب مصر طيب، ورئيس مصر طيب، وحكومتها الجديدة طيبة، وإن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا كلنا وعلى مصر وعلى الأمة العربية يا رب. سيادة اللواء سمير فرج، في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل سيادتك أن تخوضه معنا؟ طبعا ده شرف لي. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، في أكثر من حديث سيادتك أكدت أن استقرار الدولة لا يقاس فقط بالقوة الأمنية بل بوعي الناس وصلابة الجبهة الداخلية. هل يمكن اعتبار هذا إقرار منك بأن أخطر تهديد للأمن القومي قد يأتي أحيانا من الداخل لا من الخارج؟ طبعا من الداخل قبل الخارج. لا الدبابة ولا المدفع اللي بتوقع الدولة. أوقع الدولة ازاي؟ بالشعب. فعشان كده النهاردة كله من الداخل عايزين يوقعوا البلد، فأصبح زي ما حضرتك قلتي النهاردة التهديد من الداخل وليس من الخارج. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، في الفترة الأخيرة ربما نشهد تصاعدا واضحا فيما يعرف بسياسة التسريبات في الملفات الدولية الحساسة، سواء تسريبات معلومات أو مواقف تنشر في توقيتات محسوبة وبدقة. من وجهة نظر سيادتك، هل يمكن اعتبار هذه التسريبات اعترافا ضمنيا بأن الضغوط غير المباشرة أصبحت أداة أساسية للتأثير على القرار الأمريكي بدلا من المواجهة المباشرة؟ طبعا هو ده اللي بيتم دلوقتي. يعني شوف التسريبات الأخيرة بتاع إبسن دي اللي طلعت، ما الكلام ده معروف بقى 3 سنين أو 2 ما طلعتش غير لما إسرائيل حاولت تضغط على الإدارة الأمريكية، راحت مطلعها. ولسه حاجات تانية قد تكون أخطر وأقوى. لكن أنا بقول أنا بعرض أهو، وأنتوا عارفين عندكم إيه، اسمعوا الكلام ونفذوا اللي أنا بقوله. أنا بتسميها دي الحرب النفسية. مع تصاعد الحديث عن احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وما يصاحب ذلك من استعراض قوة ورسائل متبادلة، هل يمكن القول أن المشهد اعتراف بأن الحرب لم تعد خيارا سهلا لأي طرف، أم أننا أصبحنا أمام صراع طويل تدار معاركه بالتلويح بالقوة لا باستخدامها؟ هاي الستمنت اللي قلتيها دي أو جملة عايزة تدمر أي دولة، دخليها حرب حتى لو كانت دولة قوية أو صغيرة. هو تلويح باستخدام القوة، بخوفك. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، عرفت دائما بالوضوح وعدم المجاملة في تحليلاتك حتى لو كانت غير مريحة لدى البعض. هل هذه الصراحة اختيار شخصي أم قناعة بأن إخفاء الحقائق أخطر من إعلانها في بعض الأحيان؟ أسئلة حضرتك 10 من 10 بصراحة، أنا سعيد بيها بجد والله يا فندم. بص يا فندم، ده مبدأ عندي أنا. ليه ما اعرفش، الناس بتقول لي احنا اكتر واحد بيطلع الناس بتثق في كلامه. الثقه دي مش جايه من الهوا، انا لا اطبل لحد، لكن لما يبقى في حاجه بقولها عشان المواطن يقتنع بيا. عشان لما اقول له رئيس سيسي كويس يبقى عارف ان انا بقول كويس. لما اقول الدوله اخطات في كذا وكذا واحنا كنا اخطاء تسمع. فعشان كده الوضوح والمصداقيه مع الناس والشفافيه، انا مش عايز حاجه، لكن تهمني ان الناس تثق فيا. ولذا هل هذا يعد اعترافا من سيادتك بأن ليس كل ما يعرف يقال، أو أن إخفاء الحقائق أحيانا بيكون أخطر من إعلانها خوفا على البلد وليس تغطية أو من باب التعتيم؟ تمام يا فندم، كل ما يعرف لا يقال. أنا عملت مذكرات الرئيس مبارك 17 حلقة صوت وصورة سجلناها، ما فيش كلمة تتقال إن هناك حاجات ما تتقالش. مش كل حاجة تتقال، ولكن في حاجات ما تستناش، يعني لازم تتقال عشان الناس تبقى عارفة الحقيقة. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، بعد سنوات طويلة من الخبرة العسكرية والتحليل الاستراتيجي، وبصراحة شديدة سيادة اللواء، ما هو الاعتراف الذي ظل بداخل سيادة اللواء سمير فرج ولم يفصح عنه، لكن آن الأوان أن يخرجه في العلن وينفرد به ميكروفون الإذاعة المصرية؟ ساعات وانت موجودة بتتخذ القرارات انت مقتنع بيها ممكن تكون عكس القانون. انا كنت قائد
قطاع السدوم العسكري اللي واخد كل حدود ليبيا بالكامل. وانت قائد فرقه بيبقى عندك كل يوم 2 محكمه عسكريه، والجيش عندنا القاضي بيحكم والضابط المصدق وخلاص، مفيش استئناف، ده القانون العسكري من كده. ففي يوم ببص وانا بدرس الاحكام لقيت ولد واخد 10 سنين سجن. ايه ده؟ لان احنا عندنا في الجيش اليوم غياب يوم سجن، انت غبت يوم معروف القانون. فاتاري الولد ده دخل التجنيد الصبح، اتكشف عليه وصوروه وما خدش باله انه صور، ففاكر هو تاني يوم او تالت يوم، فمش يروح. فقالوا قال له سافروا الكويت، الموضوع صعب، هاتوا لي الواد، من النادر انك انت جبت الواد، تعالى. الولد قال لي رحت الكويت، اشتغلت، عملت اكبر شركه مقاولات في الكويت، انا اللي عامل كذا وعامل كذا وبتاع والبرلا بقى. صعب عليه الواد، لا يقصد، مش دخل الخدمه وهرب، لا هرب يتحاسب. فرحت كاتب تصدق على الحكم مع ايقاف التنفيذ. يعني الولد ده يخرج بكره الصبح يروح بيته بعد 10 سنين سجن، يروح وخلاص. انا مقتنع. فلقيت مدير المحاكم، يا فندم كنت العميد، ست العميد سمير، وانا كنت مشهور اكتر من دلوقتي، حضرتك اديت واد امبارح مع ايقاف التنفيذ؟ قلت له لان الواد ما خدمش ولا يوم. يا فندم القانون غير كده، يا فندم ده لو حد تاني كنا قلنا الموضوع، وبعدين مش هنقدر نغيره لان نزل على السيستم خلاص. ارجوك يا فندم ما عادش تعمل كده تاني. فانا من جوه انسانيتك اخترقت القانون، بس ما كنتش اعرف. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، شكرا جزيلا لسيادتك على هذه الاعترافات الواضحة والصادقة التي منحتنا إياها خلال هذه الحلقة. كل عام وسيادتك بألف خير، ورمضان كريم يا فندم. كل عام وحضرتك بخير، والشعب المصري بخير، وجيش مصر بخير اللي هو الأمن والأمان لمصر، ورئيس مصر بخير، عشان يا رب يوفقوا في اتخاذات القرارات السليمة لصالح أمن وأمان هذا الوطن. وإن شاء الله دايما نلتقي على خير وسلام لصالح الشعب المصري. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.